بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله مكملين مع بعض شرح ثيم 4 يونت 4 كونسبت 4.2. طبعا يا شباب فاكرين المفهوم ده كان بيتكلم عن ايه؟ اللي هو كونسبت 4.2 كان بيتكلم عن changing landscapes، يعني تغير التضاريس الخاصة بسطح كوكب الارض اللي احنا عايشين عليه. changing landscapes، تغير التضاريس. هنبدأ النهاردة إن شاء الله في ليسون 4 أو الدرس الرابع معانا، هنشرحه النهاردة إن شاء الله. ولكن قبل ما نشرح وكالعادة في بداية كل حلقة لازم أفكركم إنكم تجيبوا التولز، كل الأدوات اللي أنتم محتاجينها علشان تذاكروا معانا الحلقة ستيب باي ستيب. طب إيه التولز اللي إحنا محتاجينها؟ ورقة وقلم والكتاب بتاعنا أو المذكرة اللي بنذاكر منها علشان نتابع الحلقة ونذاكر مع مستر أحمد ندى أول بأول. دلوقتي هطلع فاصل صغير جدا وارجع من الفاصل نكمل حلقة النهاردة. ورجعنا من الفاصل يا شباب علشان نبدأ نشرح مع بعض ليسون 4 في كونسبت 4.2. هنتكلم النهارده ان شاء الله في الاكتيفيتي نمبر 9 عن wind erosion، يعني التعرية التي تتم عن طريق الرياح. يعني ايه دور الرياح في العملية بتاعة الايروجن او في عملية التعرية؟ طبعا كلنا فاهمين يعني ايه ايروجن. طيب اللي مش فاكر افكره. ايروجن دي ببساطة كده هو ان بيحصل ترانسبورتيشن او نقل للسمول بارتكلز اللي اتكسرت من الروكس من مكان لمكان جديد. ده اسمه ايروجن او اسمه تعرية. تمام كده؟ طيب هنبدأ الحلقة بسؤالين صغيرين وهما رايت ورونج. تمام؟ نقرا السؤال كده ونشوفه مع بعض ونحاول نجاوب عليه. نمبر 1 بيقول لي the movement of wind can form different landforms over years. يعني ايه؟ حركة الرياح تستطيع عمل ايه؟ تستطيع تكوين تضاريس مختلفة على مر السنين. هل تقدر الرياح تكون تضاريس لسطح الأرض مختلفة عبر السنين أو على مدار سنين يعني؟ إيه رأيكم؟ برافو عليكم، رايت. يبقى الإجابة هنا رايت، فعلا بيحصل. طيب erosion and deposition process can create some landforms. التعرية والترسيب دول عمليتين يمكن من خلالهم خلق تضاريس سطح او بعض تضاريس السطح اللي هو سطح كوكب الارض اللي احنا عايشين عليه. يعني هل العمليتين دول يقدروا يخلقوا تضاريس جديدة؟ طبعا رايت، برافو عليكم، صح. ما هي الجبال والهضاب والسهول اللي اتعملت ازاي؟ عن طريق العمليات زي الايروجن والديبوزيشن، ان الصخور تتفتفت وتتنقل من مكان لمكان وتترسب في مكان جديد فيتكون لاند فورم او يتكون تضاريس جديدة للسطح، صح كده؟ طيب تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي in the previous lessons، في الدروس اللي فاتت او في الدروس السابقة، you have learned that water can change the shapes of the landscapes. يعني اتعلمت ان المية تستطيع تغيير شكل التضاريس بتاعة سطح الكوكب بتاعنا والمناظر الطبيعية اللي موجودة فيه، صح؟ بيقول لي in this lesson، في الدرس ده بقى، we will learn that wind also can be a powerful force of change. هنتعلم ان الرياح أداة قوية جدا او حاجة قوية جدا، قوة كبيرة جدا تقدر تعمل تغيير زي ما المية عملت تغيير في اللاندسكيب. where wind in desert can change the shape of rocks by erosion. يعني ايه؟ حيث أن الرياح اللي موجودة في الصحراء تستطيع تغيير شكل الصخور عن طريق عملية اسمها إيروجن. إيروجن يعني إيه؟ تعرية، برافو عليكم. طب والتعرية دي هتتم عن طريق مين؟ ويند، عن طريق الرياح، برافو عليكم. تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي دلوقتي بقى تعالى نتكلم عن الويند إيروجن، اللي هو التعرية اللي بتتم من خلال الرياح أو عن طريق الرياح. بيقول لي when wind blows across the land it picks up sand and other rock particles and carries them along. يعني ايه؟
يعني لما تهب الرياح أو عندما تهب الرياح عبر الأراضي بتلتقط الرمال وبعض الجزيئات الصخرية الأخرى وتحملهم في الاتجاه اللي هي ماشية فيه. تمام كده؟ along يعني بموازاة أو بمحاذاة الرياح، يعني الرياح هتحمل الرمال وجزيئات الصخور الصغيرة ديت، تمام، في الاتجاه اللي هي بتطير فيه أو في الاتجاه اللي هي بتتحرك فيه. طب وبعدين قال لي when this flying sediment hits a rock it wears down that rock. يعني ايه؟ عندما تصطدم الرواسب المتطايرة بأي صخرة هتكسر الصخرة دي. يعني الرمال وجزيئات الصخور اللي طارت في الهواء عن طريق الرياح هتصطدم بصخرة وبالتالي هتعمل فريكشن أو هتعمل احتكاك مع الصخرة ديت، فهتبتدي تكسرها هي كمان. اتفقنا؟ flying sediments يعني الرواسب المتطايرة أو اللي طايرة في الهواء. يعني بيقول لي this process carves the rock into different shapes. يعني العملية ديت بتنحت الصخور وبتحولها لأشكال مختلفة زي ما انتوا شايفين في الصورة. هتلاقي الصخور ديت منحوتة بفعل الرياح أو تحت تأثير الرياح وطبعا العوامل الجوية الأخرى، بس احنا هنا بنتكلم عن الويند بس أو عن الرياح بس. تعالوا نكمل. مين اللي ممكن يتكون بسبب الرياح أو الإيروجن اللي بيتم عن طريق الرياح ومعاها عملية الديبوزيشن برضو؟ ما هي طالما في إيروجن هيبقى في ديبوزيشن، صح؟ طالما في تعرية هيبقى في ترسيب. قال لي ساند دونز اللي هي الكثبان الرملية، تلال الرمل الناعمة دي، عارفينها؟ قلت له طيب تعال نتكلم عنها. بيقول لي some land forms are created by erosion and deposition processes at the same time as sand dunes. يعني في بعض التضاريس بتاعة سطح الكوكب أو سطح الكرة الأرضية اللي احنا عايشين عليها بتنشأ بسبب التعرية والترسيب أو عمليتين التعرية والترسيب مع بعض في نفس الوقت، وهي مين؟ الكثبان الرملية. طيب مين هي الساند دونز ديت وبتتكون ازاي؟ تعال ندرسها مع بعض. هنا دي الساند دونز ان بيتش يعني الكثبان الرملية اللي على الشاطئ، ودي ساند دونز ان ساندي ديزرت اللي موجودة في رمال الصحراء أو في الصحراء اللي بتتكون من رمال. يعني يقول لي sand dunes are landforms which are made of wind blowing sand when something like rock blocks the wind. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكثبان الرملية دي عبارة عن نوع من أنواع التضاريس اللي بتتكون على سطح كوكب الأرض بتاعنا وبتنشأ بسبب هبوب الرياح، يعني بسبب حركة الرياح. اتفقنا كده؟ وده بيحصل امتى يا شباب؟ لما يكون في جسم زي الصخرة كده بيعترض طريق الرياح ويحجب الرياح، يعني يمنع ان الرياح تعدي منه. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان الويند بلوين ساند الرمال المتطايرة في الهواء دي او اللي طايرة في الهواء بتتوقف عن الحركة وتتساقط على الارض قدام الصخرة ويحصل لها ديبوزيشن، عملية ترسيب، فتكون طبقة من الرمال أو تل من الرمال بيتسمى ساند دون أو كثبان رملية. تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي كمان إن الساند دونز ديت أو الكثبان الرملية ديت بتتكون في منطقتين. إزاي يعني يا مستر؟ تعالى بس نقرأ كده وإحنا هنعرف مع بعض. Sand dunes are common landforms between beach and sandy desert environments. يعني إيه؟ الكثبان الرملية عبارة عن تضاريس مشتركة ما بين الشاطئ وما بين الصحاري الرملية أو الصحراء اللي بيبقى فيها رمال. يعني الساند دونز ديت عبارة عن common landforms، يعني تضاريس مشتركة ما بين البيئة الشاطئية أو البيئة اللي موجودة على الشواطئ اللي هو البيتش والبيئة بتاعة الساندي ديزرت أو الصحراء اللي فيها رمال. اتفقنا كده؟ طيب ايه تاني عايزين نعرفه عنها؟ قال لي sand dunes usually seen in groups and they may cover a large area. يعني الكثبان الرملية عادة بتتشاف في مجموعات زي المنظر اللي احنا شايفينه ده، هتلاقي تلال من الرمال الناعمة كده، تمام؟
وكمان بتغطي مساحة كبيرة. طيب ايه تاني؟ قال لي sand dunes can be hundreds of meters tall، يعني الكثبان الرملية ممكن يوصل طولها لعدد من مئات الأمتار. تمام؟ يلا نكمل مع بعض. دلوقتي بقى هنتكلم عن sand dunes movement. يعني ايه؟ حركة الكثبان الرملية. يعني ازاي الكثبان الرملية ديت بتتحرك؟ وواضح جدا من الصورتين اللي قدامنا هي ازاي بتتحرك، بس هنشرح كل حاجة فيهم بالتفصيل. بيقول لي sand dunes are continuously moving as follow، يعني الكثبان الرملية دائما في حالة حركة أو في حالة حركة مستمرة، بتتحرك باستمرار. ليه؟ لأن الرمل خفيف سهل إن الهواء يطيره، فأكيد ما بيثبتش في مكان، صح كده؟ قلت له طيب اشرح لي أكتر. قال لي when wind blows across a dune sand grains erode away from the side that wind is coming from. يعني إيه؟ عندما تهب الرياح عبر الكثبان الرملية حبيبات الرمل بيحصل لها تعرية بعيدا عن المكان اللي هي موجودة فيه، وفي نفس الاتجاه أو الجانب اللي الرياح بتهب منه. يعني لو الرياح ماشية في الاتجاه ده هتاخد معاها الرمل وتحركه من المكان ده للمكان ده. اتفقنا كده؟ جميل جدا. طب وبعدين؟ قال لي the sand grains carried by the wind are collected along the slope of the dune. يعني حبيبات الرمل اللي بيحملها الرياح بتتجمع كلها على الميل او على المنحدر بتاع الكثبان الرملية، يعني هتيجي تتحرك من هنا وتتكوم هنا. طب وبعدين؟ قال لي when the sand reach the top of the dune forms a barrier to the wind and then the sand grains roll down the other side. يعني لما الرمال توصل لقمة الكثبان الرملية، يعني توصل للتوب هنا، الساند دون او اللي هو الكثبان الرملية الجديدة ديت اللي هي النيو ساند دون بتكون بارير يعني حاجز. الحاجز ده بيمنع حركة الرياح او بيحاول يعوق حركة الرياح، يعني يبطئها شوية او يوقفها. طب وبعدين؟ قال لي بعد كده حبيبات الرمال ديت بتبتدي تتدحرج على الجانب الاخر، يعني تنزل من هنا لهنا، تبتدي تنزل من فوق من التوب للجنب الايه التاني. تمام يا شباب؟ عرفنا الساند دونز موفمنت او الحركه بتاعت الكثبان الرمليه. تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي generally عموما بقى we can conclude that، نقدر نستنتج ان ايه بقى؟ water and wind can change landscapes، ان الهواء او الرياح والميه او الميه والرياح يقدروا يغيروا تضاريس سطح كوكب الارض. زي ايه؟ قال such as canyons mountains dunes، زي مثلا تكوين الاخاديد الجبال الكثبان الرمليه. وده بيحصل امتى؟ over time، عبر الزمن، يعني بياخد وقت، بياخد مده من الزمن. قال لي where حيث، وهيبتدي يشرح لي بقى التغيرات اللي ممكن الميه والرياح ايه يعملوها. بيقول لي running water can wear away the sides of a river or stream، يعني المياه الجارية اللي موجودة في الأنهار تقدر تجرف وتكسر الأجناب أو الجوانب بتاعة النهر أو بتاعة جدول المية، فتعمل إيه؟ تخليه wider and bigger، يعني إيه؟ تخليه أوسع وأكبر. النهر يعني يوسع ويكبر، أو الجدول بتاع المية يوسع ويكبر من كتر ما المية اللي بتجري فيه عمالة تعمل wearing down أو breaking down، اللي هو تكسير للصخور اللي موجودة في الأجناب بتاعته. بيقول لي كمان wind can break down rocks، الرياح بتقدر تكسر الصخور هي كمان. يبقى في الحالتين هيحصل change in landscapes أو يحصل تغير في تضاريس سطح كوكب الأرض. اتفقنا يا شباب؟ مكملين لسه مع بعض. وصلنا لسؤال check your understanding، وهي أسئلة اختبار الفهم، وهم سؤالين complete على الجزء اللي أنا شرحته من شوية. عايز أعرف إذا كنتوا فهمتوا الجزء ده ولا لأ. هقرأ الأسئلة وهترجمها وهشرحها، وانتوا بسرعة توقفوا الفيديو وتكتبوا لنا الإجابات تحت في الكومنتس في التعليقات اللي أسفل الفيديو عشان أتأكد إن المعلومة وصلت لكم بشكل صحيح. يلا نقرأ أول سؤال مع بعض ونشوف.
بيقول لي sand dunes are formed by انهي process and deposition process. يعني الكثبان الرملية بتتكون عن طريق انهي عملية وعملية الترسيب معاها. طالما في deposition يبقى في عملية تانية، طبعا انتوا عارفين ايه هي. هستناكم تكتبوا الإجابات تحت. Number 2 بيقول لي the common landforms between beach and sand desert environments are. فاكرين السؤال ده؟ أنا لسه شرحه من شوية. إيه هي التضاريس المشتركة ما بين الشاطئ والصحراء الرملية؟ التضاريس بتاعة السطح المشتركة ما بين هنا وهنا اسمها إيه؟ هنكتبها هنا. اتفقنا يا شباب؟ طيب يلا بسرعة نوقف الفيديو ونكتب الإجابات في التعليقات اللي أسفل الفيديو. نتنقل للجزء اللي بعد كده اللي هي الاكتيفيتي نمبر 10. بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن ساند شيفترز. ساند شيفترز يعني ايه ساند شيفترز يا مستر؟ ساند شيفترز يا شباب يعني محولات او نواقل الرمال، الحاجات اللي بتنقل الرمل من مكان لمكان. بيقول لي you have learned that sand dunes are formed when the wind moves the sand and drops it in a place. When something blocks the wind, then the wind drops lots of sand in the same place. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كلنا اتعلمنا يعني ايه كثبان رملية، تمام؟ وان الكثبان الرملية دي بتتكون لما الرياح تحرك الرمال، تمام؟ وتسقط الرمال ديت في اماكن تانية او في مكان جديد. طب هتسقط الرمال في مكان جديد امتى؟ لما يعترض الرياح شيء او جسم. لما في جسم يقف يتصدى للرياح زي الركس زي الصخور كده، فيحجب الرياح او يمنع الرياح عن الحركه. طب وبعدين؟ قال لي ذن ثم الرياح ديت بتسقط الكثير من الرمال في نفس المكان الجديد اللي بيتجمع فيه الرمل. طيب وفي الاخر يتكون الساند دونز او الكثبان الرمليه. قال لي in this activity we are going to show by a simple experiment how sand dunes are formed and move. يعني في النشاط البسيط ده اللي هو رقم 10 هنوضح لكم بتجربة بسيطة جدا ازاي الكثبان الرملية بتتكون وازاي بتتحرك. اتفقنا كده؟ تعالوا نشوف مع بعض ازاي بتتكون وازاي بتتحرك. قال لي الاول انا محتاج شوية تولز، شوية ادوات كده. زي ايه؟ الومنيوم فويل بان، حلة الومنيوم او طبق من الالومنيوم فويل اللي هو ورق الالومنيوم. سترو، شاليمو، ساند، شوية رمل، سمول روك، صخرة صغيرة. طيب وبعدين ايه الستبس؟ ايه الخطوات اللي همشي عليها عشان اعمل الاكسبيرمنت دي او عشان اعمل التجربة دي؟ قال لي تعالى هقول لك الستبس واحدة واحدة. اول ستيب معانا بيقول لي place a small rock in the pan at one of its sides. حط الصخرة في احد الجوانب بتاعة الطبق الالومنيوم. ماشي اوكي حطيناه. وبعدين put suitable amount of sand at the other side of the pan. تعال على الحلة او الطبق اللي هو مصنوع من الالومنيوم فويل دوت وحط في الجانب الاخر كمية مناسبة من الرمال. وبعدين قال لي use the straw to blow air in front of the sand with a certain direction and small force as shown in the figure. يعني ايه؟ يعني استخدم الشاليمو اللي معاك ديت وانفخ شوية هواء في اتجاه معين اللي هو في اتجاه الرمل بس بقوة صغيرة، يعني ما تنفخش جامد. تمام؟ طب وبعدين قال لي repeat the previous step. كرر الخطوة الثالثة اللي هي السابقة يعني with changing the direction and increasing the force of blowing. مع تغيير اتجاه الرياح وزيادة قوة النفخ اللي انت بتنفخ بيها. تمام؟ اتفقنا كده؟ ايه اللي انت هتلاحظه وايه اللي انت هتفهمه من الاكسبيرمنت دي؟ قال لي اللي انا هلاحظه هكتبه في الاوبزرفيشن، في المشاهدة او في الملاحظات بتاعتي. لاحظنا ايه بقى يا شباب؟ When blowing the air with a small force, sand travels a short distance, and by increasing the force of air blowing, sand travels a longer distance. يعني لما نفخنا الهواء بقوة صغيرة الرمل اتحرك مسافة قصيرة، ولما زودنا قوة النفخ ديت الرمل اتحرك مسافة أطول أو مسافة أكبر. طب وبعدين؟ قال لي when the air blows at the same direction of small rock, sand is plugged and collected in front of the rock. يعني إيه؟ يعني لما الرياح كانت بتهب في نفس الاتجاه بتاع الصخرة، يعني الهواء جاي كده في اتجاه الصخرة دي، الساند أو الرمال تم حجبها
يعني الرمال اتمنعت من الحركة واتجمعت قدام الصخرة، لما خبطت في الصخرة توقفت عن الحركة، صح كده؟ فراحت متجمعة كلها قدام الصخرة فكونت ايه؟ ساندون، كثبان رملية، صح كده؟ طب تعالوا نكمل مع بعض. قال لي الكونكلوجنز بقى او الاستنتاجات بتاعتي اللي انا طلعت بيها من الاكتيفيتي دي او اللي انا فهمتها من الاكتيفيتي دي، اني نمبر 1 the wind moves the sand، الرياح حركت الرمال. طب ازاي؟ قال لي وير، حيث، وهيبتدي يشرح لي the distance that the sand travels depends on the force of the wind، المسافة اللي هيتحركها الرمل بتعتمد على قوة الرياح. تمام يا شباب؟ طيب تاني حاجة فهمتها the way that the sand moves depend on the direction of the wind، يعني الطريقة اللي هيتحرك بها الرمل بتعتمد على اتجاه الرياح. يبقى أنا عندي حاجتين في الرمل لازم أفهمهم كويس جدا، المسافة اللي هيمشيها الرمل والطريقة اللي هيتحرك بيها الرمل. المسافة بتعتمد على قوة الرياح، أما الطريقة بتعتمد على اتجاه الرياح. تمام كده؟ طيب نمبر 2 ايه اللي فهمته رقم 2 يعني بالنسبة لك؟ قال لي the dunes are often formed when something blocks the path of sand such as a rock، يعني الكثبان الرملية عادة أو غالبا بتتكون لما جسم يحجب مسار الرمل، لما يتحط جسم قدام الرمل يمنع حركة الرمل، زي الصخرة اللي كانت محطوطة في الاكتيفيتي بتاعتنا. تمام كده يا شباب؟ طبعا الاكتيفيتي هنفهمها، بس الجزء بتاع الكونكلوجن ده او الجزء بتاع الاستنتاجات ده مهم جدا، لازم نحفظه. اتفقنا؟ تعالوا نكمل مع بعض. وصلنا لسؤال تشيك يور اندرستاندينج، وهو سؤال اختبار الفهم. السؤالين عباره عن تشوز، سؤالين اختيارات. هقرا الاسئله زي كل مره بس مش هحلها، وهترجمها وهشرحها، وانتوا توقفوا الفيديو وتكتبوا لنا الاجابات تحت في الكومنتس في التعليقات اللي اسفل الفيديو. تعالوا نشوف كده question number 1. بيقول لي when the force of wind increases the distance of the sand travels، هيحصل لها ايه؟ يعني لما قوة الرياح تزيد المسافة اللي هيمشيها الرمل هيحصل لها ايه؟ اختاروا إجابة من الأربعة دول. بيقول لي the mean are formed when something block the path of wind carrying sand، ايه الشيء اللي هيتكون لما يحصل ان جسم يحجب او يمنع او يعترض المسار بتاع الرياح اللي بتحمل الرمال؟ ايه اللي هيتكون؟ يلا بسرعه يا شباب وقفوا الفيديو واكتبوا لنا الاجابات تحت في التعليقات عشان اتاكد ان المعلومه وصلت لكم بشكل مظبوط. ولحد هنا يا شباب هتكون حلقه النهارده خلصت، بتمنى لكم كل التوفيق ويا رب تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده، واشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.